سلام، مساء الخير عليكم، إن شاء الله كامل تكونوا بخير وبصحة جيدة. اليوم جيت وجبت لكم معايا وصفة تاع السيجار. شوفوا كيفاش يذوب في اليد قبل الفم، وصفة بزاف ناجحة ونعتمدها أنا في كامل الطلبيات، يعني من بكري هذه لاغوصات ما نبدلهاش خلاص. انا هنا راح ندير الكميه تاع 125 غرام تاع الزبده. خيرت حبه تاع بيض تكون صغيره، و2 ملاعق تاع سكر رطب ولافاني، نخلطهم بالباتور مليح حتى يتجانسوا كامل. نأكد لكم حتى يتجانسوا، يعني باش تجينا العجينه تاعنا ليس. بعدها نغربلو الفرينه عليها ونلمو العجينه تاعنا بالفرينه حتى تولي عندنا عجينه متماسكه. شوفوا انا تاع السيجار نخليها شويه طريه على تاع صابلي، تاع صابلين يعني نشبعها الفرينه بصح. تاع السيجار نخليها شويه طريه باش تساعدني في الخدمه وما تتشككليش. بعدها نوري لكم برك هادو لي مول تاع السيجار اللي خدمت بيهم، هادو يديروا ب 22 و 23 الف. هي 22 الف. هادو احسن نوعيه تاع ليمول تاع السيجار، هادو ننصحكم بهم. نجيبوا العجينه تاعنا نحطوها في كيس بلاستيكي، تاني ناكد لكم فوق الكيس البلاستيكي ماشي فوق الفرينه. نحلو كيما راكم تشوفوا. شوفوا هنايا كيما تحبوا ديروها غشينه رقيقه. انا نحب نستبن الدوك تاع العجينه هذه تاع الصابلي في السيجار تاعي، ما نحبوش يكون رقيق بزاف يعني، وانتم كيما تحبوا. هنا نخلي لكم يعني كما نقولوا الناس اذواق، كل واحد كيفاش يحب الحلوه تاعو. بعدها كما راكم تشوفوا نلفها فوق ديك المول تاع السيجار ونغلق مليح، وكما راكم تشوفوا نليسي مليح العجينه تاعي ونعاودوا حبيبه مع بعض. ندورها فوق السيجار، تجيبي كل سهوله كي تديروها فوق الكيس بلاستيكي، ونغلق بالطريقه هذه ونحطها طيب من تحتها، ونزيد نردها من فوق تحمر مليح. انا ما عبيش علاش ما حمرتهاش مليح، مع انه مع انه يعني نحب الحلوه حمراء. هنايا الحشو الاول درت انا شوكولاته طيني، زدت لها شويه تاع الفيتين، كنت فتتو بيدي الفيتين باش ما يجيليش خشين، وحسيتها جاتني جاريه. زدت لها شويه تاع مكسرات مرحيين باش تتلملي مليح وما تسيحليش من داخل السيجار. هنايا استعملت هذه كابريس، تقدروا تذوبوا كابريس، انا استعملت هذه دايبه واجده بزاف بنينه، راح نستعملها للحشو بالنسبه يعني سبيسيال. شوفوا انا حمرتها مليح من تحت بصح من فوق ما على باليش علاش ما حمرتهاش مليح. المهم تكون طيبه وخلاص. بعدها نحطوا شويه تاع الحشو على جهه ونخليو فارغ، نعمروه بهذاك الطوفيا بهذيك الكابريس، ونزيدو نكملو بالحشو هذاك. شوفوا نحطوا شويه ما نعمروهش، نخليو فارغ في الوسط. بعدها نحطوا كابريس ونخليو فارغ، ونزيد نعمر بهذا الحشو، يعني تجي بزاف بنينه. نتمنى انكم تجربوا الطريقه هذه. انا كنت شفتها يعني مش ما نكذبش عليكم، ماشي من اختراعي، شفتها وسخفتني قلت نديرها في العيد هذا. ما كي شفتها ما على باليش اصلا المنتجات اللي استعملت، يعني انا نشوف الحاجه ونزيد لها شويه من عندي ونبارطاجيها معكم. بعدها نكلاسيو النص في السيجار تاعنا بالشوكولا، شوكولا بلون كنت ذوبتها على حمام مائي عادي. والجهه الثانيه جبت شويه تاع الكراميل ودهنته كما راكم تشوفوا، ودرت له قطايف محمصين ومرحيين. انا هنا درت الطوفيه باش يبقى لي اطول مده وهو مكرمش، يعني ما يطراليش. خفت كان ندير العسل تطرالي من العسل. وهذه هي الوصفه تاعنا، يعني وصفه بزاف سهله وبنينه، ما فيهاش تعقيدات وما متزين. محاوله قدر الامكان اني في العيد هذا ما ندير لكمش بريستيج للاعراس ماشي للعيد. نتمنى ان الوصفه تاع اليوم تكون عجبتكم، ونتمنى انكم تجربوها. الى اللقاء في الفيديو القادم ان شاء الله.